فشل الجولاني في التعامل مع السويداء وسياسات فرّق تسد، وبالحديد والنار والسواطير والسكاكين والقتل والسحل والنهب والتعفيش وكل ما اقترفه شُذاذ الآفاق والإرهابيين اللي بيشتغلوا تحت إمرة الجولاني. فشل هذا الموضوع. في تقديري سيتجه الجولاني إلى ممارسة نفس السياسة مع الكرد. نفس السياسة مع الكرد. ماذا سيفعل؟ سيحاول بث الشقاق داخل قسد ككتلة عسكرية سياسية وازنة ومهمة ومشروعة ولها وزنها وحضورها دوليا. ومشروعية قسد، ذكرت وأكرر، سابقة على مشروعية نظام الجولاني بسنوات. وبالتالي التطبيقات العملية لسياسة فرق تسد سيحاول الجولاني بثها داخل قسد. إذا فشل سيحاول أن يخلق حالة من الشقاق بين المجلس الوطني الكردي إدارة قسد وسلطة قسد في مناطق شرق الفرات. إذا فشل في هذه المهمة أيضا مراحل، يعني مستويات فرق تسد، سيحاول التغلغل داخل المجلس الوطني الكردي ويعني استمالة بعض القيادات. ربما مثلا، ربما يعني أقول ربما، لست متأكد، يعني مثلا عبد الحكيم بشار وارد، إبراهيم برو وارد، من اشتغلوا مع الائتلاف، من عملوا مع الائتلاف وكان لديهم تواصل مع شخصيات وازنة الآن موجودة ومحسوبة على الجولاني وضمن سلطة الجولاني. هذا وارد. ويعني إذا شفتوا شيء هيك يتناغم مع سياسات الجولاني يصدر من عبد الحكيم بشار أو إبراهيم برو أو محمد إسماعيل أو أي شخص يعني من القيادات المجلس، سليمان أوسو، قيادات فؤاد عليكو، قيادات المعروفة الكردية في الحركة الكردية محسوبة على المجلس الوطني الكردي، اعلموا أنه هنالك شيء غير طبيعي، أو لنقل الأمر بطريقة أخرى أنه هذه الاستمالة هي من أعراض سياسة فرق تسد. وقد حققت هذه السياسة داخل المجلس الوطني الكردي خطواتها. طبعا أنا الآن أطرح احتمالات استباقية استشرافية، أقول في حال لاحظتم شيء من هذا القبيل مستقبلا اعلموا تماما بأنه فيروس فرق تسد التابع للجولاني وصل، تسرب إلى جسد المجلس الوطني الكردي أو إلى قسد